بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير ومهنيين. اول حاجة راح نبدا بها الفيديو نرحب بالمشتركين الجدد ونقول لكم مرحبا بكم في قناتكم، شرفتوني حبيباتي ونورتوني. نشكركم على تفاعلكم معايا وعلى كلامكم الطيب والباهي، ما شاء الله فرحتوني، الله يفرحكم ان شاء الله. اليوم رايحه ندير معكم العجينه المورقه باسهل طريقه وناجحه البنات 100%، تسحقوها بزاف لرمضان ولا لكل يوم. يعني تقدروا ديروا بها مملحات ولا الملفاي ولا واش حبيتوا، وعندها توراق هايل ما شاء الله تطلع روعه. تبعوا فقط النصائح اللي راح نقول لكم، تجي يعني مورقه وخفيفه وطالعه تنجح معكم من اول مره. اول حاجه رايحه نهضر عليها هي الفرينه. تقدروا تخدموا باي نوع كان عندكم، يعني ما كانش مشكل، بصح من الاحسن تخدموا بالفرينه تي 55. شوفوا البنات، انا خدمت بماما، كاينه تاني سيم تي 55. ليسونسيال مهم تكون تي 55، رايحه تعاونكم بزاف باش تطلع في الفور، يعني كي طيب تجيكم طالعه وخفيفه. واستعملت زبدة التوريق صالحة. أنا أحسن حاجة عندي هي صالحة، يعني العجينة المورقة. لهنا المقادير واش درنا، نديرو كيلو تاع الفارينة، رايحة تقابلها 500 غرام من زبدة التوريق. حطيت ربع مغارف زيت، 2 مغارف خل، و18 غرام من الملح، يعني قيس واحد 2 مغارف تاع القهوه. نخلطهم مع بعض ونجمع الماء لهنا البنات في الكيلو تاع الفرينه رايحه تدينا يعني اقل من نص لتر. انا كيما انا هنايا دات لي على حساب الفرينه اللي خدمت بها، دات لي 470 مليلتر من الماء. المقادير اللي عطيتكم البنات راهي مقادير مضبوطه، رايحه نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. لهنا بعد ما خلطت الخليط تاعي رايحه نبدا نجمع الماء لهنا كما قلت لكم، يعني نبداو نحطو بشويه ونجمعو حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. وعجينه المورقه البنات ما تجيش يعني العجينه تاعها مطلوقه، باه من بعد ما تغبنكمش في الخدمه. دونك راح نلمها بشويه حتى نكمل الكيل تاع الماء اللي قلت لكم عليه، اللي هو 470 مليلتر. نتحصلوا على عجينه تكون مليحه، يعني حاكمه روحها مليح. تولهوا باك ديروها طلقه روحها، باسكو من بعد راح كي ديروا لها زبده التوريق رايحه تتعذبوا معاها شويه. دوك لهنا بعد ما جمعت الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا، ما تعجنوهاش بزاف، لموها البنات وخليوها. دوك نديروها في بابي فيلم، نخليوها ترتاح شويه لشتات ربع ساعه نص ساعه، ونبدا في التوريق تاعها. لهنا الزبده اللي استخدمتها صالحه البنات، من احسن واحسن يعني الزبده تاع التوريق اللي جربتهم كامل. هذه يعني اللي لقيتها تمدلي نتيجه مليحه. لهنا 500 غرام تاعي تاع الزبده كيما راهي البنات. وكاينه حاجه، الزبده تاعكم لازم تكونوا خرجتوها من يعني تكون بدرجه حراره الغرفه. يعني لا كانت في الفريجيدير غير جبدوها الصباح العشيه خدموا بها، سينو جبدوها في الليل وخليوها. المهم تكون طريه وما تكونش يابسه، باش ما تكعبر لكمش، ما ديرلكمش هذوك الكعبر الكتل في العجينه. نحاول نحلها هكا بهذه الطريقه كيما راني قاعده ندير البنات فوق ورق طهي، وحلوها يعني ما تديش منكم وقت كبير، ومنطون تعطيكم نتيجه هايله. شوفوا كيفاش راني ندير، حاولوا تحلوها بالحلال ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. المهم نتحصل على مربى يكون السمك تاعو خشين شويه. كيما راكم تشوفوا يعني بالطريقه هذه انا احسن واحسن حاجه عندي، ويعني انجح طريقه راني ندير فيها في العجينه المورقه هي هذه. يعني البنات راني جربت كل الطرق اللي تعرفوهم واللي شفتوهم في اليوتيوب، ولا اللي يعني اللي تعودتوا عليهم. احسن طريقه هذه هي اللي رايحه تعطينا توريق هايل، وميم العجينه تاعنا راح تتوزع لنا على كامل العجين وتمد لنا نتيجه رائعه كيما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل تاعها. دركا نجيب العجين تاعي رايحه نحلو البنات على شكل انفلوب. يعني دوك نحلو مربع ونخرج يتسمى لازم نتحصل على شكل انفلوب. دوك تشوفوا الشكل اللي راني نخدم به، والوسط تاعكم ناكدوا نعاود خليوه يجي طالع. يعني درك نحلها بالطريقه هذه حتى نتحصل، يعني نحلها شويه ما نخليهاش خشينه، ومن بعد نبدا نحلها غير الاطراف. شوفوا البنات غير الاطراف، الوسط خليوه كيما راهو، خليوه طالع يعني يكون السمك تاعو
خشين شويه. والاطراف رققوهم كيما راكم تشوفوا وحلوهم على شكل الشكل هذا اللي راني ندير فيه كي شغل حين يعني نديروا انفلوب. درك نهز هاد الزبده تاعي نحطها في وسط هذاك اللي السمك تاعو غليظ، ونبدا نقفل بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا هنا راني ناكد ونعاود، شوفوا كيفاش انا درت. كي لقيت بلي العجين ما تحليش على قد الكاري تاع الزبده، عاودت حليتهم. شوفوا كيفاه عاودوا يعني عادي خلاص حلوها على قد الكاريات تاع الزبده كيما راني قاعده ندير، وحده فوق خوتها وزيد الكوتي اللي منا الوحده فوق خوتها، ونأكد لازم يكونوا كامل يعني كيما بعضاهم، ما باهي كي نحلها تجي كامل الزبده تتوزع على كامل العجينه تاعنا بهذه الطريقه. شفتوها البنات؟ اسهل طريقه واروع طريقه، يعني سورتو اللي اول مره راح تجربها تجربي وما تخافيش. كي تعود الزبده يعني بدرجه حراره الغرفه رايحه تساعدك وتتحل بيان مع العجينه. دوك نبدا نوزع فيها كيما بالطريقه هذه راكم تشوفوا فيها. يعني ما نخبطهاش هكا جوست باه ما تتكسرليش الزبده لداخل، ونبدا نحل فيها بكل سهوله كيما راكم تشوفوها. البنات لهنا رايحه نحلها غير بالطول كيما راكم تشوفوا. الا يعني لقيتوها باللي آه شويه بدات ما تمشي لكمش ديروا رشوا شويه فرينه وبداو حلوا. قلبتها باه يعني نضمن الشكل التحتاني تاني يجي كيما الفوقاني، ويجيو كامل كيف كيف تمشي لي الزبده بارتو. درك هكا بهذه الطريقه البنات، ما رشوا شويه زبده اللي كان لقيتوها ما تمشي لكمش، ومشيو العجينه تاعكم نحلوها هكا طوليا بهذه الطريقه هذه باه نبدا ندير لي طوغ تاعي. اسهل يعني عجينه مورقه لي طوغ تاعها ساهلين خلاص. لهنا كيما راكم تشوفوا راح ندير طوغ سامبل ان طوغ سامبل يعني بهذه الطريقه هكا جوست على 3 فقط. نسي نعدلها ونقلبها. البنات لازم ديما العجينه المورقه هذا الكوتي اللي محلول الفوقاني والتحتاني يكونوا هكا اون فاس لينا. فهمتوني البنات؟ الجهه المغلوقه تكون من هين والجهه اللي منا محلوله، يعني لي تخوا الحلات اللي في 3 يكونوا في جهه واحده ومقابليني. فوالا بهذه الطريقه رايحه نغطيها ونخليها ترتاح مامبا 10 دقائق، مامبا البنات 5 دقائق، ونعاود نبدا نحل يعني العجينه تاعي باه ندير التور الثاني. لهنا نفس الطريقه رايحه نبدا نحل فيها طوليا، ما نبدلش خلاص الشكل يعني تاع الحله كيما راكم تشوفوا. ونحل عادي يعني حتى نلقى السمك تاعها يعني صافا مشات لي. لهنا حين تشوفوا باللي العجينه خفيفه والزبده راهي تمشي بيان في العجينه. علاش؟ على خاطر يعني كي تتبعوا النصائح راح تحصلوا عليها بكل سهوله سهله وكل شيء. لهنا رايحه نحل العجين تاعي. والبنات راح نعطيكم نصيحه، العجينه المورقه ما تروحولهاش هي اللي تجي عندكم. يعني كيما راكم قاعدين تشوفوا فيا انا راني يعني نشوفوا كيف ندور الخليط تاعي ونجيبو عندي، ما نروحش ليها هكا تضمنوا ما نقشكم ما يتوسخش وتخدموا فيه نظافه. لهنا درت التور الثاني كيما راكم تشوفوا نفس الشيء ان تور سامبل فوالا على 3 بهذه الطريقه. ونزيد نخليها يعني مامبا يعني 2 مينوت نعاود نولي ليها. لهنا بعد ما درت التور الثاني راح ندير التور الثالث عادي نكمل بنفس الطريقه. دقيقه البنات وهي وجدت ساهله ماهله ما تتعبش خلاص. كيما راكم تشوفوا فيا حليت يعني العجينه تاعي بالطول، باقيه نمشي بنفس لو ريتم. فوالا درت التور الثالث. دركا رايحه نولي ندير التور الرابع. التور الرابع البنات رايحه ندير ان دوبل تور، يعني رايحه نطويها على 4. اوليو اللي تحبوا ديروها 5 تور يعني تكملوا ديروا تور سامبل وزيدوا تور سامبل وتنجح لكم تاني وتجيكم روعه. ولا ديروا كيما درت انايا ان دوبل تور كيما راكم تشوفوا. رايحه نقيس على النص فوالا نحدد النصف تاعي ونقفل العجينه بهذه الطريقه. نجيب النصف للنص هذاك وهذا الكوتي الفوقاني للنصف، ونسيي كيفاش لازم العجينه تكون كامل مغطيه وقد بعضها، ونقفل العجينه تاعي وبهكذا نتحصل على العجينه المورقه تاعي. الله الله يعني درنا 3 تور ودرنا ان دوبل تور فوالا تحصلنا على 5 دورات.
هذه هي العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. وجدت يعني في العجينه تاعي في زوج. هذه هي، شوفوا التوراق تاعها تخرج هايله هايله البنات وناجحه، ما تخافوهاش خلاص. شوفوا الورق تاعها تقول انفلوب. فوالا، هذه هي العجينه تاعنا، ان شاء الله يعني تجربوها وتنجح لكم. تبعوا غير النصائح رايحه تطلع معكم بيان. وتاني في طيابها البنات يعني نأكد ونعاود، الفور سخنوه مليح، على 200 درجه ولا 220 درجه، مليح مليح. دخلوا العجينه تاعكم، يعني واش خدمتوا لي شوسون ولا اي حاجه يعني خدمتوها، وكي يعديو 5 دقائق باه تنقصوا على الفور تاعكم، ردوه 180 وخليوها تطلع في عقلها، رايحه تجيكم هايله. تبعوا فقط النصائح رايحين تنجحوا فيها. واللي حابه تخدمها كمشروع يعني وتسترزق منها، نقول لك خدميها بعينيك مغمضين، يعني على ضمانتي راني عطيتكم وصفه ناجحه 100%. شوفوا هنايا راني جربت معاكم شويه، درت دي شوسون يعني تاع ليه ما خليتها ترتاح ما والو، راني مع خلصت بعد البنات درت لها شويه فخوماج وقفلتها غير بالماء ندهنها بالبيض من فوق شويه سينوج ودخلتها الفرن مباشره. فوالا، شوفوا النتيجه اللي عطاتني، تهبل تهبل. شوفوا التوراق تاعها طلعوا ما شاء الله. عادك راني درتها يعني تاع زربابك تاع لي فولوفون البنات. لا كان درتوا لي فولوفون ننصحكم كي ديروهم وطبعوهم دخلوهم للكونجيلاتور وخليوهم يقعدوا شويه، ربع ساعه ولا نص ساعه يجمدوا شويه باه تدخلوهم للفرن، باه تحصلوا على نتيجه هايله وما يطيحوا لكمش. ولي شيت هذوك اللي يقعدوا لي البنات راني درت لهم شويه كراميل، يعني عاود حليتهم درت لهم شويه كراميل ودرت لهم سكر من فوق ودخلتهم جاو تاني هايلين. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، العجينه المورقه ناجحه، اعتمدوها ما تخافوهاش البنات. المهم البنات نقول لكم لاول مره تدخل القناه تاعي ديري اشتراك وفعلي زر الجرس، ونقول لكم نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.